ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ انا كان عندي ازازة غسول اليد دي، وكانت فضيت عندي، فقررت ان انا اعمل لكم بيها فيديو هنستغلها فيه. وهنستغل كمان بنطلون جينز كان قديم موجود عندي، وكان ممكن جدا ان انا ارميه. اول حاجة شلت الاستيكر زي ما شفتوا كده، وبعد كده خدت جزء من رجل البنطلون الجينز وحددته كده بالمسطرة والقلم زي ما انتوا شفتوا، وهبدأ اقصه. الفكرة سهلة خالص وبسيطة، واي حد هيقدر يعملها، وطبعا ممكن ننفذها باي قطعة قماش او قطعة خيش، اي حاجة عندنا نقدر نستغلها جدا وهنستفاد بيها، وهتبقى فكرة في الاخر تحفة. هقص الجزء اللي انا محتاجاه بس من البنطلون بالشكل ده، وطبعا اي جزء هيتبقى هشيله علشان انفذ لكم بيه فكرة تانية وفيديو جديد. هبدأ كده اكمل القص بتاعي، وهاخد الجزء بس اللي انا هستغله في الفكرة دي بالشكل ده، وهبدأ بعد كده ارسم اي شكل انا حباه على البنطلون. انا هنا رسمت شكل القلب. لو لسه مش مشتركين في القناة ياريت نشترك ونفعل زر الجرس عشان يوصل لكم اي فكرة جديدة انا بعملها. ومستنية طبعا رأيكم في الكومنتات، ولايك وشير كده علشان اصحابكم برضو يشوفوا الافكار بتاعتي. بعد كده هبدأ اقص القلب اللي انا رسمته، وهبدأ من النص كده علشان ما اضطرش ان انا اقطع القماشة. هبدأ افتحه من النص، وبعد كده امشي على الخط اللي انا رسماه زي ما انتوا شايفين انا عملت ازاي بالظبط. والقلب التاني نفس الطريقة. بصوا، بتني القماشة وبقص اي جزء كده بحيث ان انا اقدر بس ادخل سن المقص، وبعد كده امشي على الرسمة بالظبط اللي انا رسمتها، هيتقص معايا بمنتهى السهولة زي ما انتوا شايفين كده. الفكرة سهلة خالص خالص وبسيطة، وان شاء الله هتعجبكم، واي حد هيقدر يعملها بمنتهى البساطة. كده بقت جاهزة عندي. جت المرحلة الأخيرة ان انا اثبت القماشة على العبوة اللي عندي، واي زيادات يا اما الزقها، لو هتبقى عندي زيادة قوي بقصها وبشيلها. هبدأ بقى اساوي اي اجزاء جت زيادة بالشكل ده، زي ما احنا شايفين. والجزء اللي فوق ده هبدأ ألزقه كده برضو واثبته كده تمام. بعد كده بالفصوص دي، ده بلاستيك وبيتقص بمنتهى السهولة، وبيتباع بالمتر في اي مكتبة كبيرة او عند بتاع الخردوات برضو هنلاقيه، ورخيص جدا يعني مش مكلف خالص. هبدأ اقص جزء منه اللي يقضي ان انا اغلف بيه الازازة من فوق كده. اخدت المقاس وبعد كده هقص كده تمام. هبدأ اثبتها بعد كده بمسدس الشمع كده تمام. هبدأ بقى اثبتها بالشكل ده، واي جزء زيادة هقصه مفيش مشكلة خالص. ونفس الطريقة قصيت خط واحد بس، صف واحد بس من التطريز ده برضو، وثبته على القلب اللي انا كنت رسماه بالشكل ده. وطبعا زي ما عملت هنا، وطبعا الجزء الزيادة ده هشيله، واي حاجة مش بتترمي طبعا بستغلها في فكرة تانية. وده بقى الشكل النهائي بتاعها، وانا استخدمتها كفازة، وممكن طبعا نحط فيها اضاءة من جوه هتبقى تحفة برضو. باي باي.